ما بين كل منصات التجارة الإلكترونية العالمية ظهرت منصة سلة في السعودية بمميزات خاصة. أنا شريف عثمان من فريق الاستشاري نايف العبرة المختص بالتسويق والتجارة الإلكترونية. زي ما احنا شايفين مجال التجارة الإلكترونية في العالم أصبح يقدر بمليارات الدولارات، من أمازون لإي باي لعلي بابا. المنصات الأمريكية والصينية اجتاحت العالم وأصبحت بتنافس بعضها، وده اللي خلى منصات التجارة الإلكترونية تبدأ تظهر في وطننا العربي عشان تواكب مجال التطور في التجارة اللي ظهر في العالم وتنقل الفرصة الكبيرة دي لدولنا العربية. منصتنا النهارده هي منصة سلة، من أولى منصات التجارة الإلكترونية اللي ظهرت في السعودية، واللي بتتميز من ساعة ما ظهرت بسهولة الاستخدام وإننا نقدر ننشئ عليها متجرنا بشكل سريع جدا. منصة سلة ليها مميزات كتير، زي إمكانية إضافة عدد غير محدود من المنتجات وتقديم إضافات مجانية ومدفوعة متنوعة. كمان بتريح العميل في استخدام أدوات الدفع المختلفة زي باي بال وأبل باي وغيرهم من طرق الدفع المختلفة. تقدر برضو من خلال المنصة إنك تختار ما بين شركات الشحن المختلفة، وكمان تحصل على اسم نطاق خاص بيك وتربطه بشهادة SSL لحماية موقعك وبيانات عملائك. ده غير طبعا الدعم الفني الممتاز على المنصة في حالة واجهتك أي مشكلة، وكمان إمكانية عمل تطبيق خاص لهويتك التجارية. نقدر نقول إن عيوب منصة سلة بتنحصر في حاجات بسيطة لها علاقة بتعديل واجهة المتجر بتاعك أو إدارة الطلبات من خلال فروع مختلفة، وبعض الخصائص التسويقية متاحة فقط في الباقة الاحترافية. منصة سلة مش غالية ومش رخيصة، فيها باقة مجانية محدودة وباقة سلة بلس ب 99 ريال سعودي شهريا، وباقة سلة برو ب 299 ريال سعودي شهريا. الفرق الأكبر ما بين الباقات زي ما قلنا مع بعض ليه علاقة بالطرق التسويقية المختلفة أو بشركات الشحن الأكتر اللي بتكون متاحة في الباقات الاحترافية. في الكورس ده هنتعلم مع بعض كل ما يخص المنصة من إضافة منتجات وإدارة عملاء وإدارة الطلبات وعمل قسائم الخصومات وإضافة طرق الشحن المختلفة وتعديل واجهة المتجر، وكمان هنتكلم عن التسويق وهنغطي بشكل مكثف جدا إعدادات المتجر وتغيير كل حاجة فيه، مع تقديم نصايح مختلفة أثناء الشرح تساعد برضو من زيادة الفائدة. هنطبق مع بعض كل شيء بشكل عملي. أنا شريف عثمان، استعدوا معايا ويلا بينا نبدأ نصمم أول متجر إلكتروني لينا على منصة سلة.